صباح الفل وانت في اوروبا اصحى بدري لان البلاد دي معظمها بتنام الساعة 8 وعشان تستمتع بالبلد وبالاجواء. الجو ساقع شوية النهاردة، درجة الحرارة 3 بس زي ما انتم شايفين العجلة قد ايه، فصباح النشاط. البلد هنا العلم بتاعها باللون الاحمر فتحس ان كل حاجة هنا ملونة. ده خط لايكا 5 جيجا بايت بحوالي 5 يورو. انا بقى احب الاجواء اللي زي دي والسما تبقى بالمنظر ده، بتحس كده ان انت في اوروبا فعلا. يلا عشان النهارده في حاجات كتير هنشوفها، واول حاجه هنعملها مع بعض هنركب القارب وهنستمتع وهنشوف كوبنهاجن من الميه. بالظبط القارب هيتحرك من هنا بعد نص ساعه، سعر الفرد حوالي 22 يورو، الرحله لمده ساعه. هنستمتع بقى وهنشوف كوبنهاجن كلها من الميه عامله ازاي. ده القارب اللي هنطلع فيه زي ما قلت لكم، سعر الرحلة 22 يورو للفرد. ده في بط كمان هنا في القناة. المنظر تحفة. دي 50 كورونا من عملة الدنمارك. عموما انا بستعمل هنا الفيزا او الماستر كارد، لان كنت جايب يورو هنا وجيت احوله راح قال لي عليه عمولة، جيت احول 200 يورو فلقيتهم هياخدوا عمولة 25 يورو من ال 200 يورو. اللي هيجي يا جماعة الدنمارك هنا يدفع بالفيزا او بالماستر كارد. هنتحرك دلوقتي والتور لمدة ساعة، يلا بينا. زي ما احنا شايفين كده الاجواء مفيش احلى من كده. شكل البيوت هنا تحفة. ايه الجمال ده، الجمال بقى كله. يعني هتشوف في الرحلة دي حاجات جميلة جدا. ايه جمال الدنمارك ده، مفيش بعد كده. احلى رحلة ممكن تعملوها هنا في كوبنهاجن رحلة القارب. طبعا الجايد اللي معانا بتشرح كل حاجة بالانجليش، وكل مكان نعدي عليه تشرحه وتقول ايه ده. انا مهتم بالجمال وبالمية وبالطبيعة اللي حوالينا وشكل البيوت وشكل المباني وشكل القصور كده زي ما انتم شايفين. ده واحد من اشهر التماثيل اللي في المدينة هنا، تمثال عروسة البحر، والناس بتجيله من كل مكان عشان تتصور معاه. مبنى الأوبرا في كوبنهاجن. ودي واحدة من أجمل الرحلات اللي انت ممكن تعملها في مدينة كوبنهاجن بالدنمارك، ان انت تاخد رحلة بحرية بالقارب، بتكتشف المدينة كلها بس من منظور تاني خالص من المية. بتشوف المدينة وبتشوف المتاحف وبتشوف الكباري اللي عندهم، حاجة صراحة جميلة جدا. وأي حد يزور مدينة كوبنهاجن بالدنمارك أنصحه اللي هو يجرب رحلة القارب. شايفين عندهم كباري دي، والكباري كلها قصيرة، أول ما تقرب منها تغطي بقى.
من اشهر العروض هنا في الدنمارك. زي ما احنا شايفين كده جمال الشوارع والعجل في كل مكان. البيوت هنا تحس ان انت ماشي في متحف مفتوح. يوزعوا الحاجات دي ببلاش، نظام دعاية يعني. احنا في اتش&ام دلوقتي، واي بنطلون هنا ب 10 يورو. هنا برضو القميص ب 10 يورو، وده ب 37 يورو. وهنا لايت كاب ب 10 يورو. التيشيرت ده ب 40 يورو. التيشيرت ده ب 30 يورو، وده ب 55 يورو. والشوز ده ب 37 يورو. دي بقى عليها عروض يعني 7 يورو، 8 يورو، 10 يورو. ديزاين المحل ده جامد جدا. انا مش داخل عشان اشوف اللبس ولا حاجة، انا داخل عشان اشوف الديزاين بتاع المكان هنا عامل ازاي، شبه المتحف. عايز اقول لكم الناس في الدنمارك هنا نضيفة جدا، محدش بيرمي اي حاجة على الارض. ديزاين جامد جدا يا جماعة، شايفين التفاصيل عاملة ازاي؟ ده اقرب مكان الى قلبي. الشارع هنا ما بيخلص، وفي محلات ملابس، كل المحلات اللي انت بتحلم بيها موجودة هنا. ده غير ان احنا ماشيين في متحف مفتوح، شكل البيوت حاجة ما فيش بعد كده. سوسيس هنا من الحاجات المشهورة جدا. من الحاجات المشهورة جدا هنا في كوبنهاجن اللي هو السوسيس. سعر السندوتش ده 5 يورو و50 سنت. تستمتع بقى بالسندوتش وانت ماشي في الأجواء الجميلة دي كلها. الحاجات المشهورة جدا هنا برضو الشوروس، دي اسباني بس هنا بتتباع كتير. لما بتيجي تطلب منه الاوردر هنا بيعملها فريش، وسعرها 10 يورو. تطلع ونشوفها ونجربها واقول لكم رأيي ايه بصراحة. زي ما انتم شايفين كده طالعة سخنة ايه نار. حكاية. الشارع هنا مش عايز يخلص من المحلات، في كل محلات الملابس. احنا جايين حاليا عشان نزور المكان ده، ذا راوند تاور، اشهر مكان هنا في كوبنهاجن. بتطلع فوق وبتشوف كوبنهاجن كلها من فوق. يلا بينا نطلع ونشوف التجربة عاملة ازاي. وهنطلع على رجلنا، المكان هيبقى صعب شوية بس المنظر جامد جدا. يلا بينا، هنشتري التيكت من هنا دلوقتي وهنطلع فوق على رجلينا. مفيش سلالم، كله كده. المكان هنا محتاج صحة شوية بس يستاهل التجربة. يلا بينا. التيكت الواحد للشخص 6 يورو. ده مكان هنا للأطفال في نفس التاور اللي احنا فيه. شايفين الحاجات دي كلها في التاور اللي احنا فيه. الشبابيك هنا جميلة زي ما احنا شايفين كوبنهاجن كلها من هنا. المكان تحفة، بتتعب شوية عشان تطلع بس المنظر يستاهل. المكان هنا خيالي. القبة فيه تلسكوب بيصوروا بيه كل الحاجات دي. ايه الجمال ده. الدنمارك جدا، ودي من الدول اللي لازم تزورها كذا مرة في حياتك، فليا زيارة تاني ان شاء الله. كده بقى النزول. معايا كارت المواصلات 4 أيام بس النهاردة ما استخدمتش أي وسيلة مواصلات. التمشية في شوارع كوبنهاجن حاجة متعة.